يا صباح السعادة. فيديو النهاردة يا بنات من الفيديوهات اللي بجد بجد مختلف، هتفيد ناس كتير قوي. عارفة ان الموضوع بعيد تماما عن الطبيخ، بس صدقوني شير الفيديو لأكبر ناس تعرفيهم بيستخدموا الشراب اللي انا هقولك عليه ده، تطلعي منه ان شاء الله بمعلومات مفيدة جدا جدا. والله زي ما بقولك كده. ولو بجد الفيديو عجبك ما تنسنيش بكومنت حلو منك، تقولي بتابعيني منين، ويا ترى بتستخدمي لا قدر الله الشراب ده ولا ما بتستخدميهوش. اقولك في فيديو تاني على طريقة الغسل بتاعته، لانه هو ما بتغسلش خالص يا بنات. هقولك على معلومات بجد هامة جدا جدا. شراب الدوالي يا بنات ده شراب طبي، بيبقى مخصص لناس كده معينة بيبقى عندهم ضعف في الأوردة لا قدر الله. الناس اللي بتستخدمه برضه بتبقى الناس اللي عاملة لا قدر الله عمليات كبيرة، وبتبقى نايمة في الفرشة أو في السرير لفترة طويلة. فطبعا عشان الدم يوصل بصورته الطبيعية للقلب، فبيتلبس الشراب ده. ربنا يا رب يشفي الجميع. ويلا بقى ندخل على المعلومات اللي هتفيدكم. أولا يا بنات، الشراب بيجي في علبة بالشكل اللي حضراتكم شفتوها كده في بداية الفيديو، مرفق معاها الجراب ده جراب يا بنات عشان الواحد يلبس الشراب ده بكل سهولة، لأن الشراب ده بيكون شراب ضاغط جدا جدا على الرجل أو على طبقة الجلد، فبيبقى شبيه كده بالجبس أو أكبر كمان، يعني حاجة كده جامدة قوي يعني. المهم بيبقى معاه كتيب، الكتيب ده بيبقى فيه معلومات هامة تقدري إن انت تقريها وتتبعي الإرشادات بتاعتها. شكل الشراب يا بنات بيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. الشراب بيبقى مضغوط، بيبقى من ألياف طبيعية، بيبقى مفتوح من عند من عند أصابع القدم. الشراب ده بيكون يا بنات زي ما قلنا كده مفتوح من عند أصابع القدم بالشكل اللي انتوا شايفينه. منه طبعا نوعين، بيكون منه الشراب الطويل فوق الفخذ، أو الشراب القصير لحد كده الركبة. طريقة اللبس زي ما وريتكم، بنلبس الجراب في كفة الرجل، وبعد كده بنلبس الشراب بس بالراحة طبعا، ضوافرنا تكون مقصوصة، وبعد كده بنسحب الجراب زي ما انت شفتي كده بالظبط. طيب معظم الشرابات يا بنات بترول معانا. انا عن نفسي لما كنت بلبسه كان الشراب بيرول بالشكل اللي حضرتك شايفاه، وبقى يخنق معايا الرجل بطريقة صعبة جدا. الفيديو ده مهم للناس اللي الشراب بتاع الدوالي او الشراب الطبي بيرول معاه. عشان تتجنبي خالص الموضوع ده تماما، هقولك الشراب بيبقى شكله زي ما قلتلك كده بالشكل اللي حضرتك شايفاه. طبعا منه المصري ومنه المستورد. المستورد بيكون الخامة بتاعته عالية، الجودة عالية، بيبقى الكواليتي بتاعته بتبقى عالية. طبعا احنا يعني عايزين نبقى متأكدين او نبقى عارفين. زي ما انت شايفة كده بيكون الاستيك بتاعه او الخامة نفسها بتبقى متين. انا بصراحه اللي انت شفتوه كنت جايباه من التامين الصحي، هو بصراحه ماتيريال عاليه وجوده عاليه بالنسبه للتامين الصحي، زيه زي اللي بالشرا من بره بالظبط، ما بيختلفش عنه اتنين. اما الشراب ده بقى جايباه من لبنان، فبيكون المؤخره بتاعته او الغاز اللي بيرول معانا بيكون سيليكون. سيليكون يا بنات. طيب الشراب بقى اللي قلتلك عليه ده، عشان اخليه ينافس بقى بتاع لبنان والحتت التانية، بجيبه بقى واروح عند اي ترز يكون كويس كده يعمل فتحة فيه، ويبدأ ان هو يعمل لي يدكك لي جواه استك عريض اللي هو الاستك الافرنجي كده. صدقيني الشراب عمره ما هيرول معاك، الشراب هيبقى بالجودة بتاعت بره بالظبط واحسن. ودي بقى كانت تجربتي يا بنات مع شراب الدوالي اللي بيرول معايا. يا ترى انت عندك طريقة تانية؟ انتظروني بقى في فيديو جديد هقولك ازاي تستخدميه بكل سهولة، ازاي تحافظي عليه لأطول فترة، وازاي كمان تغسليه، ازاي تنشريه، لان الشراب ده للاسف لا بيتغسل ولا بيتنشر. ولقيت تفاعل في الفيديو هنزل لكم ان شاء الله بالفيديو الجديد معلومات هامة وقيمة جدا. ما تنسوش تحبوا بعض.